السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي، يستحق كل تحية للموقف الشجاع اللي عمله في مباراة الأهلي والمقاولين أول أمس في الشوط الثاني، لما المقاولين سجل هدف من تسلل وتوقف اللعب والحكم الغاب للتسلل. وليد اللي متربي جوه النادي الأهلي واللي عارف قيمة النادي الأهلي فوجئ وهو قاعد بالراجل اللي قاعد على شماله الدنماركي تراب بينادي على عادل مصطفى وبيقول له هنزود الدفاع، هننزل، نعمل تغيير وننزل مدافع عشان نقفل الثغرات في دفاع النادي الأهلي ونحافظ على الفوز. كنا متقدمين 1-0. وليد على الفور كان قاعد وتجاهل تراب، ما بصش لتراب وما كلموش وما قالوش أي حاجة. بص لعادل مصطفى وقال له بصوت عالي جدا: لا طبعا، لا طبعا. كلمة لا واضحة وكلمة طبعا قاصمة بتخلص. لا طبعا ما نزودش الدفاع، طبعا كده الماتش هيتقلب علينا. قول له يستنى شوية، مش قول له لا. بصوا الذكاء بقى لنا، قول له يستنى شوية، يعني رأيك مش وحش بس نستنى عليه شوية بدل ما يصطدم بيه. وفعلا استنى شوية، وفعلا مفيش 5 دقايق وأمام عاشور جاب الجول الثاني للأهلي من فضل الله. هو ده الدور اللي لازم الجهاز الفني للنادي الأهلي، الجهاز الفني من الأهلي، لأن الجهاز الفني أغلبه مش من الأهلي، أغلبه أجانب، ما عندناش غير وليد صلاح الدين وعادل مصطفى. لازم وليد وعادل يتدخلوا باستمرار حتى أثناء الماتش زي ما حصل المرة دي. لازم يعرفوا تروب قيمة الأهلي وضرورة إن الأهلي يلعب للهجوم ويلعب للمغامرة ضد أي حد وفي أي حتة. شغل الدفاع والأمان ده مش شغل النادي الأهلي أبدا أبدا أبدا. عندنا بعد بكرة في استاد القاهرة مباراة ضد طلائع الجيش، هي الأخيرة لينا في الدور الأول قبل ما ندخل على الدورة السباعية اللي بتحدد بطل الدوري. إنما طلائع الجيش بعد فوزه أول امبارح على بتروجيت 2-1، خدوا بالكم احنا تعادلنا مع بتروجيت 1-1، هو كسب بتروجيت 2-1، يبقى نعرف إنه فريق تقيل ولازم نبدأ المباراة بمنتهى القوة، بمنتهى القوة مع تراب. للأسف والأرقام واضحة والنتائج واضحة وكل حاجة واضحة. احنا كل البدايات مع تراب هزيلة جدا، الأشواط الأولى للأهلي هزيلة جدا. مين يصدق ان انا لا أذكر هذا الموسم مع تراب جبنا جون في أول 10 دقايق؟ لا أذكر، غريبة قوي قوي قوي. انتوا عارفين الأهلي في السبعينات والثمانينات ولغاية الألفية ولغاية جوزيه كنا بنبدأ دايما الماتش نار. كانت الفرق تقول ايه؟ تخيل والله العظيم بوداني، وكان المدربين يبقوا في ضيوف في البرامج يقولوا لي احنا لو عدت اول 10 دقائق في ماتش الاهلي وما جابوش فينا جون يبقى الحمد لله، يبقى هنقدر نلعب الماتش. المشكله ان امام الاهلي بيجيبوا فينا جوال بدري قوي قوي. مع تراب الدنيا دي باظت خلاص، باظت مع تراب. الاهلي بيبدأ الماتش نايم، واول شوطه بتبقى بعد ربع ساعه، بعد نص ساعه، بعد تلت ساعه. احنا الماتش اللي فات الجون الاولاني جبناه في الدقيقه 35 من اول لعبه بين القائمين وتحت العرض، اول لعبه. وده اتكرر كتير السنه دي ان احنا بنجيب الجون من اول لعبه بين القائمين وتحت العرض. اذكر ماتش الزمالك بعد 7 دقائق كنا متقدمين 2-0. ده الكلام ده امتى؟ والله ما هتصدقوا، 1981، جون مصطفى عبده وجون جمال عبد الحميد. مختار لمصطفى، جون مصطفى، جون جمال بعد 7 دقايق. الاهلي 2 والزمالك 0. وكرر الكلام ده مع جوزيه بعد 7 دقايق الاهلي 2 والزمالك 0. ابو تريكه وعماد متعب. ايه ده؟ الاهلي لازم يرجع كده يا جماعه، لازم نكسب 5-3 و6-2، نجيب كتير ويدخل فينا مفيش مشكله بس نجيب كتير. ده النادي الاهلي اللي بيخوف. عندنا 3 دلوقتي مصابين في خط الدفاع قبل مباراه طلائع الجيش. كريم فؤاد انضم لقائمه المصابين مع ياسين مرعي ومع محمد شكري. 3 في خط الدفاع، ما بقاش عندنا في الدفاع غير 6 بس اجباري هم اللي موجودين. ما عندناش غير ياسر ابراهيم واحمد بكم وهادي رياض. عمرو الجزار ما خدش ولا دقيقه لحد دلوقتي، واحمد هاني ومحمد هاني ويوسف بعمري. وتقدر تضيف عمرو الجزار انه ما خدش ولا دقيقه مع النادي الاهلي، شارينه في يناير واحنا في مارس وما شمش الملعب لحد دلوقتي. اتمنى بقى من تراب، واتمنى من وليد، واتمنى من عادل ان احنا لو زيزو مش لايق ما يبداش. الموضوع مش اسامي، احنا ما بنرصش نجوم، لا، الكوره عطاء وجهد ومجهود وكل حاجه، اصرار وروح وقتال. زيزو مش لايق بدنيا، يقعد احتياطي، نحتاجه 10 دقائق، ربع ساعه، تلت ساعه في الاخر يقدر ينزل في التلت ساعه دي يطلع كل مجهوده والماتش يخلص. انما لو مش لايق، الماتش اللي فات زيزو مش لايق على الاطلاق، موجود في الملعب كانه مش موجود. مروان عبد العتيق ما ينفعش راس حربة النادي الاهلي ابدا ابدا ابدا، ممكن استغله في مركز تاني، انما راس حربة النادي الاهلي دلوقتي ما عندناش غير محمد شريف بس. محمد شريف يبقى ناخد كل الماتشات اللي جايه نعتمد على محمد شريف. هتقول لي ما هو محمد هو الاحسن، يا ما هو ما عندكش غير محمد شريف ومروان عبد العتيق. انجولي كامش اللي ما بيعرفش يلعب كوره مش عايز محمد شريف، ويبقى البديل اشرف بن شرقي راس حربة.
انما مروان عبد العتيق كل حاجه فيه مش سليمه مع مركز راس الحربه. ان شاء الله الماتش الجاي نرجع تاني بقى الاهلي بتاع الهجوم والروح القتالية اللي مفتقدينها. امبارح كلنا شفنا أكتر من 20,000 متفرج في مدرجات الزمالك في استاد القاهرة في مباراة الاتحاد. طبعا هتقول لي داخلين ببلاش، 100% داخلين ببلاش. طبعا هتقول لي محدش فتشهم، 100% محدش فتشهم. وهتقول لي محدش ضايقهم في المدرجات، 100% محدش ضايقهم في المدرجات. إنما خلي الموضوع ده مش هنقدر نغيره، مش إحنا كنادي أهلي مش هنقدر نغيره، كإعلام مش هنقدر نغيره، ده شغل بلد ملناش دعوة بيه. إنما عندنا بعد بكرة طلائع الجيش في استاد القاهرة، برضو محتاجين جمهورنا، محتاجين نكسب بفارق أهداف، مش بس نكسب بفارق أهداف، جونين 3 علشان نسبق بيراميدز في نهاية الدور الأول، عشان نسبق الزمالك لو إنه بيعطلوا في الماتش اللي جاي، علشان ندخل الدورة السباعية الأخيرة وإحنا أفضل من كده. محتاجين 25,000 بطل في مدرجات استاد القاهرة بعد بكرة يرجعوا الفريق للطريق الصحيح. محتاجين جمهورنا أكتر من أي وقت قبل كده، خصوصا المباراة اللي بعدها على طول في استاد القاهرة للأهلي هتبقى من غير جمهور خالص، مباراة الترجي التونسي. خلاص جمهورنا اتعاقب. لازم بصراحة إدارة الأهلي تفكر في ملف الجمهور أحسن من كده وأكتر من كده وأقوى من كده. إحنا إدارة النادي الأهلي ربما هي الأعظم مش في مصر، في العالم. مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب ربما الأعظم في العالم في تطوير المنشآت، في الأعمال الخيرية، في زيادة وتعظيم إيرادات النادي الأهلي، في دعم الأهلي للدولة. إحنا نمرة 1 في العالم. احنا اصبحنا شوية مجلس ادارتنا اقرب للنادي الاجتماعي منه للنادي الرياضي، بنعمل ادوارنا الاجتماعية بنسبة 100%، انما الادوار الرياضية فيها نقص. دور الجمهور ماتش طلائع الجيش مهم جدا، اولا علشان يرجع الروح القتالية للاعبين، يحسسهم ان في وراءهم جمهور جبار. الحاجة التانية علشان يخوف المنافسين، يعرفوا انه بيلعبوا ضد فريق جبار، وكمان يخلوا الحكام شوية يعرفوا العدل بدل ما هم دايسين على النادي الاهلي ومش قلقانين من اي حاجة. بمناسبة الحكام، أمين عمر كان بيلعب ماتش الهلال والنجمة في الدوري السعودي، الأسبوع اللي قبله كان موجود في الإمارات في الدورة بتاعت الاتحاد الدولي لقدم الفيفا لحكام كاس العالم 2026. هو موجود في مصر النهاردة، هو جاهز يحكم ماتش الزمالك وإنبي آخر ماتش للزمالك في الدور الأول. أمين عمر ما خدش للزمالك خالص بقاله 3 شهور خالص ولا ماتش. أمين عمر نمرة 1 في مصر، والزمالك وإنبي ماتش قوي والراجل ما خدش للزمالك خالص. يا ترى هتحطوه ولا هتجيبوا حكم زي وفا والغندور ومعروف ونادي الزمالك ومجموعة الصيع اللي بيدايروا التحكيم في مصر؟ يا ترى لو جبتوا أمين عمر هتجيبوا حسام عزب حجاج فيديو، ولا هتجيبوا محمود عاشور اللي مايح كاس العالم 2026 للفيديو؟ للأسف التحكيم في مصر ماشي في سكة مجاملة الزمالك بطريقة قذرة جدا 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 جدا. لسه بقول لكم الأهلي أعظم نادي في العالم في الأعمال الخيرية. امبارح الأهلي أكد ريادته لزعامة أندية العالم في الأعمال الخيرية، فعلا أعظم نادي في الكون زي ما جمهوره بيهتف ويغني. امبارح الأهلي افتتح أول مؤسسة من نوعها في العالم في تاريخ مصر، في تاريخ أفريقيا، مؤسسة الأهلي للتنمية الاجتماعية.